هذا شكل. بسم الله الرحمن الرحيم. عجز. بسم الله الرحمن الرحيم. مجرد الوقوف بين أحرار عبس ومن معهم، مجرد الوقوف بين أحرار عبس ومن معهم من أحرار كويتنا وكويتكم. نعم. أحرار عبس، إيه كويتنا وكويتكم أنتم، لأن الكويت للأسف الشديد لم تعد كويت كل الكويتيين إلا جغرافيا. عندما قلت سابقا يوم ساحة الإرادة، عذرا فقد آن الأوان حكومتي، عفوا فإني ثائر لكرامتي، فأنا ابن شعبي والكويت كويتنا، إن شئت عودي بيننا وتكوتي. لأن بعض صناع القرار من في السلطة باعوا كويتيتهم بالفعل، ومنذ فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء بعد طموحات أبناء الأسرة الحاكمة المستعجلة، وقلت من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. اليوم نجحت بعض محاولات الخبث والمكر والدهاء لجر أبناء الكويت إلى فخ مخالفة القانون ثم توقيع العقوبات عليهم بسيف القانون. وعندما قلت اليوم لحساب الرشايدة مقاطعون كفوا، وقلت لا نقضب الحانة ونقول احسنوها بسيف القانون، نرد عليهم إذا كانوا يقولون كله بالقانون فلنقل نحن كله قانوني. نعم. فلتبقى سلمية، فلتبقى مدنية، وصولا إلى المرحلة التي كما قلت في ساحة الإرادة منذ زمن، التي تسبق الصدام الذي يسعون إلى جرنا إليه. لو وصلنا إلى مرحلة العصيان المدني وبقي كل في بيته فلن يجرؤ أحد على أن يقتحم عليه بيته، ولكنهم لحظتها سيرضخون لمطالب الشعب ولإرادة الشعب. وأرجو صادقا أن لا نشخصن نضالنا ومطالبنا عبر عبادة أشخاص. قلت لإخواننا ولأحرارنا فرسان الأغلبية المقاطعون الذين شرفنا أغلبهم وليس كلهم، نعم، ألا يكون تحرك الشارع رهن إرادة شخص منهم ليعود. فليضحوا. الكويت تستحق منهم أن يتواروا ليتصدى للحراك الشبابي قادته ووقوده. وقود هذا الحراك هم الشباب، ومن قاد المسيرة بالذات في كرامة 4 كرامة 3 و2 و1 هم الشباب. نعم الحر من النواب سنبقى معه، ولكن فليتصدر الواجهة من دفعوا الثمن على الأرض، لا من يطالب وإن كان محقا بنفسه، لأنها شبهة المصلحة وشبهة فطرة الدفاع عن الذات. ولكن الشباب عندما يتصدرون للمشهد ليس منهم نائبا، ليس منهم طامحا، ليس منهم من يستهدف مصلحة. الكويت أمانة في أعناقكم أنتم. حنا اللي تجاوزنا 50
إن كان نائبا أو مرشحا يجب أن يقفز على مصلحته الشخصية في سبيل مصلحة الكويت وأجيالها القادمة. صناعة البطولات التي تخصصت فيها الحكومات السابقة ما عادت تمشي عليكم. كم بطل كان صنيعتهم؟ كم بطل كان مدفوعا من أحد أبناء الأسرة الحاكمة ليهاجم ابن عمه الثاني اللي من أبناء الأسرة الحاكمة، وحملناهم على أكتافنا ونعرفهم، ولكننا لا نزال معهم لسبب وحيد، لأنهم يتحدثون اليوم لغتنا. كانوا يكفروننا ويكفرون بدستورنا ضمانتنا. كانوا يرون أن الدستور عقبة، هي عقبة لطموحاتهم هم، ولكنها ضمانتنا حاكما ومحكوما. فالتزموا أبنائي وإخواني القانون وأعلنوا مطالبكم، وإن ارتفع السقف وتجاوز سقف النواب أو بعضهم الذي لا يسعى إلا إلى عودة الوصول. أنا لن أطيل، ولكنني بينكم أتشرف وقواكم الله. يا اخوان بس في سؤال لاخوكم مناور على سؤال للاستاذ. نعم تكلمنا. جو محمد الحصبان وناصر الحصبان جو من النيابه، وهذا اللي اخرني. وصلوا رسالة. سؤال بس يا اخوان، بما ان الاخ دوخ الحصبان محامي مخضرم، واكيد لا شك ان الكل يعرف دوخ الحصبان وخبرته بالقانون. في سؤال لا انا محامي مثلك، سؤال اعرفك. يقول كثير من الشباب متخوفين، خروجنا غير قانوني، وخروجنا مخالف للامير، وخروجنا مخالف للدستور، واعتقالات مستمره، فيخشى الشباب كثيرا الخروج. ومنهم موجود حاليا في بيته كلمه يقول لي انا ما اقدر اطلع، ما ابي اعتقال، زوجتي وولدي وباكر بالجرايد. انا ابيك تجاوبني باختصار عشان الوقت. التجمعات لا تخالف القانون، المسيرات هي التي تتطلب. بدليل، هل تعرض لكم احد الان؟ لا. شوفوا المسيرات وانتبهوا يا شباب. أنا أدري أنك محامي وتعرف الإجابة، ولكن هذا تواضع الأساتذة الكبار وإن كان صغير سن. المجرم هو الدعوة أو التنظيم، ليس من لبى الدعوة. التجمع، وعندنا أستاذ دوين بعد من كبار قامات القانون، يعني فراج لك فيها أنا وياك. التجمع دون المسيرة لا جريمة فيه، أما الدعوة إلى مسيرة بدون ترخيص فهو المجرم. جاوبتك يا استاذ حامد. زين يصير نطلع اليوم؟ نطلع نمشي؟ لا الجواب الصحيح: تهدى الامور باهل الراي وما صلحت، فان تولت فبالاشرار تنقاد. بيض الله وجهك. يلا توكلنا على الله. وصلنا رسالتنا، وبيض الله وجهكم.